اوزانك مش بتتطور، عضلاتك مش بتكبر، جسمك ثابت. اهلا بيك في حكايه حكايه الجزء الثاني، وهتكلم عن تكمله الجزء الاول، مبدأ التدرج بالاوزان في اول مجموعه، وهناخد نفس المثال بتاعنا. انت ما شفتش الفيديو الاول عن التدرج بالاوزان لازم ترجع له عشان مهم جدا وهيفيدك جدا، والفيديو ده مترتب عليه. احنا اتمرنا بار بنش بريس وطبقنا المبدأ بتاعنا، ودلوقتي هنبدأ نخش المجموعه الثانيه وليكن انكلاين بنش بريس. معظم الناس واللي بشوفه او الناس اللي بتتمرن معايا لسه بادئه تتمرن معايا بديهم طبعا ابلكيشن عشان يعملوا تراك للاوزان، اللي هو يشوف الاوزان بتاعته ويحسبها ويكتبها. بلاش تتمرن بالحب كده عشان مش احسن حاجه. ابدا اشوف التمرين بتاعهم، بلاقيهم بيتمرنوا اول مجموعه 10 15 20، وده اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات. دلوقتي داخل يتمرن انكلاين بنش بريس، وداخل يتمرن برضو بالتدرج بالاوزان. طب دلوقتي انت سخنت كويس واتمرنت كويس اول مجموعه، والعضله بتاعتك اوريدي فيها تدفق دم ومتسخنه كويس جدا، داخل تسخن ليه في المجموعه الثانيه؟ انت كده بتضيع وقت وبتضيع طاقتك وبتضيع من الاي تي بي بتاعك وبتضيع من التطور العضلي بتاعك. طول ما انت اوزانك ثابته، طول ما وزنك ثابت وعضلاتك ثابته. فكره من الزياده العضليه انك تحط العضله بتاعتك كل مره تحت ضغط ما تحطش عليها في التمرين اللي فات، وده مبدا بنسميه بروجريسيف اوفرلود. خليني اقول لك الغلط الاول وبعدين اقول لك الصح. دلوقتي هو داخل يتمرن، بدا 15 20 30، فدلوقتي انت بتتدرج بالاوزان. ال 15 خدت من مجهودك، وال 20 خدت من مجهودك، وال 30 كذلك، وكنت بتتمرن قبل كده بنش بريس، فطاقتك بتخلص، فمش هتعرف تكسر الوزن بتاعك او تكسر العدد بتاعك، فجسمك هيثبت ومش هيتطور. وعلشان كده معظم الناس بقى لهم سنه وسنتين وثلاثه وجسمهم مفيش فيه تطور، عشان المبدا بتاعهم ثابت ومش فاهمين حاجه زي ديت. فخليني اقول لك ايه الصح اللي المفروض تعمله. دلوقتي انت اتمرنت بار بنش بريس وهتتمرن انكلاين بنش بريس. خد في الراحه 3 ل 4 دقائق بين التمرينين، بعدين خش في الانكلاين. شوف اخر وزن انت اتمرنته قد ايه، وليكن انت وصلت لل 40، فخليني اطبق على الابلكيشن بتاعي والتمرين بتاعي. دلوقتي انا وصلت بالانكلاين في اخر تمرين لعبت بال 40 كيلو، فالمفروض ان انا اتصرف ازاي؟ هخش اول مجموعه بال 40 وهشوف العدد بتاعي. لو انا جبت 10 عدات يبقى انا دلوقتي اقدر اعمل حاجه من الاثنين، اما ازود العدد لعدتين كمان، يا اما اكسر الوزن بتاعي. وليكن انا اتمرنت بال 40 وجبت 10 عدات، هاخد راحه وبعدين اخش اتمرن بيها تاني واجيب بيها 8 عدات. المجموعه الثانيه جبت بال 40 8 عدات، فابدا اخد راحه واخش في المجموعه الثالثه. بتكون الراحه بتاعتك كبيره شويه من 3 ل 4 دقائق عشان تبدا تعمل ريكفري للاي تي بي. بعد كده انت تخش تتمرن بال 40 تاني، وبعدين لو جبت بيها 6 عدات تبدا تتصرف ازاي؟ تعمل حاجه اسمها ستريب ست، يعني انك هتنزل ال 40 وتجيب الدمبل ال 30 وتجيب بيه عدتين او 3 لحد الفشل العضلي، وليكن هتجيب بيه 3 عدات، يبقى وصلت من 6 ل 9 عدات. هو ده المبدا اللي هيطور العضل بتاعك، هو ده المبدا اللي هيخلي عضلاتك تزيد، هو ده المبدا اللي هيخلي العضله يحصل لها فورس فتبدا تتطور معاك. فبتتطور في الاوزان وبتتطور في الريبس او اللي هي العدات. فلو انت من الناس اللي هي بتتدرج بالاوزان وتخش بعد ما تسخن وبعد ما تلعب مجموعه تبدا تخش 10 15 20، فانت فايتك كتير جدا. ولو صاحبك كده او انت كنت كده، ما تنساش تعمل شير للفيديو ده علشان يستفاد من المعلومه. وعلشان الفيديو الجاي هبدا اقول لك ازاي بعد ما تخلص التمرين بتاعك على الدمبل والبار تتصرف ازاي في الايزوليت او اللي هو الماشين وتتمرن بيه ازاي. لو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل سوبر سيت لايك في كومنت كده، واعمل شير بنيه نفع الغير، وما تنساش تصلي على النبي.